وبيبدأ الفيلم بفرح رينو. أبوها بيبقى تشودري، ولما أقول تشودري يعني كبير القرية. الناس كلها بتعمل له ألف حساب وكأنهم عبيد عنده. قوانين القرية عنده لا زواج عن حب، والبنت وجودها زي عدمها، ملهاش أي اختيار في حياتها ولا في جوازها. تاخد العريس المناسب اللي بيختاره الأب بنفسه. ودي بقى رينو العروسة، ولكن ما بتكونش فرحانة. أبوها بيروح لها وبيقول لها ما تقلقيش، أنا اخترت لك عريس كويس. بتفضل تعيط، والكل فاكر إنها بتعيط علشان هتسيب بيت أبوها وتروح بيت جوزها، ولكن في وسط الفرح بتسيب البيت وبتهرب مع عاشقها. بتبدأ مراسم الجواز، والكل بيكون في انتظار العروسة، ولكن بيجي الخبر لأبوها وبيعرف إن بنته هربت. بينصدم، ورجالته بيخرجوا يدوروا عليها في كل ركن في القرية، لحد ما بيوصلوا لبيت أبو الواد اللي هربت معاه رينو. بيولعوا له في بيته وبيكسروا عظمه. بيقول لهم أنا معرفش حاجة. بيقولوا له مين اللي في الصور دول؟ بيقول لهم زمايله كانوا معاه في الكلية. بيقولوا له وماله، نجيب زمايله. وفعلا بيروحوا لأول واحد فيهم، المهندس جيتي، وتاني واحد اللي مفكر نفسه وسيم، كاران. بيخطفوهم وبيضربوا فيهم، وكل اللي على لسانهم ما نعرفش حاجة، واحنا بندور عليه مش لاقيينه. بيقول لهم تيجي جيبوه من تحت الأرض. كاران بيقول لهم خدوا رجالة كتير معاكم. بيقول له هو انت بتقول ايه؟ هو قوي للدرجة دي؟ بيقول له لا مش قوي، ده جيش بحاله. وهو ده الوحش بابلو يا صديقي. رجالة تشودري بيوصلوا له، وأبو شنب بيرموا تليفونه على الأرض. بينزل يجيبه فبيكسروه، وبيرفعوا عليه السلاح. بيقول له ليه الأسلوب ده؟ ما كنا حلوين مع بعض. بيقول له ايه يعني، هتضربنا ولا ايه؟ هو بيكون عايز يضربه، ولكن بابلو بيصد ايده، وبيقول لهم تختاروا الايد دي ولا الايد دي؟ البغل ده بيقول لهم هختار الايد دي. بيقول له حلال عليك، وبيخبطوا على الأرض ما بيقومش تاني، وبيبدأ يتسلى فيهم واحد ورا التاني وكأنه في حصة تدريب يا صديقي. بيخلص عليهم كلهم، بيكون خلاص ماشي، لكنه واحد بيضربه من ظهره. في الوقت ده بيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في قلب قريتهم وحواليه الجيش بالكامل، وكل واحد بيسأله سؤال شكل. بيقول لهم مين اللي ضربني من ظهري؟ ما بيردوش عليه وبيستمروا في الدوشة. بيقول لهم بس لكن بنتكم ما عملتش حاجة غلط، هربت علشان تتجوز الإنسان اللي